النهاردة هنعمل مع بعض طريقة جديدة ومختلفة للبسبوسة. هتحل كل المشاكل اللي بتقابليها في البسبوسة العادية. يعني لو بتخافي ان البسبوسة تنشف منك او ما بتحبيش السكر الزيادة اللي في البسبوسة العادية، جربي الطريقة دي هتعجبك جدا. مرملة وبتدوب كده في البق وخفيفة، ما بتحسوش بأي تقل وانتوا بتاكلوها. اول حاجه هنعملها هي القشطه، عشان بنستخدمها بارده. هنحتاج كوبايه من اللبن، هنضيف عليها معلقه كبيره من النشا ومعلقه كبيره من دقيق السميد وكمان معلقه كبيره من الكريم شانتيه البودر. وهنجيب علبه قشطه اللي هي وزنها 170 جرام تقريبا، هناخد نصها في القشطه والنص التاني هنسيبه للعجينه. هنقلبه مع البارد الاول وبعد كده هنرفعها على النار ونفضل نقلب باستمرار لغايه ما القوام بتاعنا يبدا يتقل. طبعا لازم نقلب عشان ما تلزقش او ما تتحرقش من تحت. هي اول ما تدخل في مرحله الغليان وتبقى بتبقلل كده هتبقى خلاص كده استوت. هي في الاول بتبقى خفيفه شويه، لكن لما بنسيبها تبرد بتتقل اكتر. بنحطها في طبق وبنغطي الوش بتاعها ببلاستيك كده عشان ما تعملش قشره من فوق، ونسيبها لغايه ما تبرد تماما. بعد كده هنعمل الشربات. احنا هنحتاج كوبايه وربع من السكر يعني 250 جرام، وهنضيف عليها كوبايه وربع من الميه، وهنضيف عليهم عصير نص ليمونه. هنرفعهم على النار واول ما بيبداوا يغلوا كده بنسيبهم 3 4 دقايق، وبعد كده بنضيف رشه من الفانيليا يعني نص معلقه صغيره كده، ونديها تقليبه وبنطفي عليها وبنسيبها برضو على جنب. بالنسبه للبسبوسه بقى نفسها هنحتاج بيضتين، وهنضيف عليهم نص كوبايه من السكر يعني 100 جرام. هنقلبهم مع بعض كويس جدا لغايه تقريبا ما نحس ان السكر داب معانا. دلوقتي بقى هنضيف عليها نص كوبايه من الزيت يعني 100 جرام، وهنضيف معلقه صغيره من الفانيليا. وبعد كده هنبدأ برضو نقلبهم كده مع بعض كويس قوي تقريبا نص دقيقة لغاية ما كل المكونات تتجانس وتبقى بالشكل ده. هنضيف دلوقتي بقى علبة من الزبادي، العلبة دي اللي هي وزنها 110 جرام، وهنضيف بقية علبة القشطة اللي احنا كنا خدنا نصها في القشطة اللي عملناها قبل كده. وهنقلبهم مع بعض كويس جدا لغاية ما يتجانسوا ويبقوا بالشكل ده. دلوقتي بقى هنضيف المواد الجافة. معانا نص كوباية من جوز الهند ويكون ناعم، وكمان كوباية وربع من دقيق السميد. طبعا الدقيق ده معلهوش أي إضافات. وهنضيف معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هنقلب بقى كل المكونات دي مع بعض. وزي ما انتوا عارفين دقيق السميد ما بيحبش التقليب الكتير عشان ما نفعلش الجلوتين اللي فيه. هما تقلبتين تلاتة كده لغاية ما الدقيق ما بيختفي تماما ويبقى القوام معانا بالشكل ده. هو مش بيبقى تقيل كده زي البسبوسه العاديه، لا بيبقى اخف شويه القوام، بس كل ما بنسيبه بيتقل اكتر، فعشان كده نبقى محضرين الصينيه من قبلها. انا هستخدم هنا صينيه مقاس 26، كنت دهنها بالسمنه وممكن ندهنها زيت كمان. هنحط فيها الخليط ونوزعه كويس كده، ونخبط الصينيه كام خبطه عشان نطلع اي فقاعات هواء زياده، وكمان عشان نساوي البسبوسه في الصينيه. بعد كده هنجيب القشطة اللي كنا عملناها من قبل كده، وياريت نعملها من بدري يعني عشان تقعد في التلاجة شوية كده وتتماسك، وهنحطها بقى في كيس حلواني عشان نبدأ نعمل بيها خطوط في البسبوسة. بنعمل فتحة بقى في الكيس من تحت، ما تكونش كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، يعني الحجم ده مناسب. وهنبدأ بقى نعمل خطوط بالقشطة دي بالطول وبالعرض عشان تدينا شكل الكرهات، عشان البسبوسة دي اسمها بسبوسة الكرهات. قبل ما أبدأ في تحضير عجينة البسبوسة بشغل الفرن على 180 أو 190 لو الفرن باردة شوية عشان تسخن كويس لغاية ما أجهز البسبوسة. وبدخلها في الرف الوسطاني، بتاخد تقريبا من 25 ل 30 دقيقة حسب الفرن، وممكن في الآخر أفتح الشواية دقيقتين بس، طبعا نبقى مراقبينها عشان ما تاخدش لون بزيادة. وأول ما بتخرج وهي سخنة بسقيها بالشربات. الشربات يكون دافي يعني مش بارد ولا سخن، يكون دافي كده بس شوية. بسقيها بكل كمية الشربات ونسيبها بقى لغاية ما تهدى كده وتبرد شوية، وبعد كده نبدأ إن احنا نقطعها ونقدمها. حقيقي جميلة جدا جدا جدا. يعني احنا نقدر نقول عليها كيكة بسبوسة اكتر من هي البسبوسة الشرقي بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها، بس طعمها لذيذ وخفيفة ومرملة جدا مع القشطة طبعا اللي محطوطة دي بتديها يعني طعم جميل كده. جربوها اكيد هتعجبكم. بجد الطريقة دي هتحل عقدة ناس كتيرة من البسبوسة. أخف ولذيذة وصعب جدا إن هي تبوظ. بجد لازم تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. هستنى بقى صور تطبيقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك. وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجرب الوصفة، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.